يا مساء الخير. بنلاقي كتير قصص وأساطير وحكايات غريبة مليانة في التاريخ، ويمكن التاريخ بيضم أماكن تاريخية كتير زي قصور، زي فيلل، زي متاحف، حاجات كتيرة جدا. الحقيقة في أماكن كتيرة في مصر تاريخية بس حواليها قصص وروايات وأساطير غريبة. من أشهر القصص والحكايات والأسرار الغريبة النهاردة اللي هنتكلم عنها في أماكن مصر التاريخية فيلا شكرل في حي الزمالك. فيلا شكرل في حي الزمالك حواليها حكايات وقصص غريبة جدا وقصص مرعبة، حتى كمان إنها اتسمت أسطورة الرعب في حي الزمالك. أعزائي المشاهدين، بعد الفاصل هنتعرف وهنتكلم عن فيلا شكرل بحي الزمالك وليه كانت أسطورة الرعب في تاريخ حي الزمالك. بعد ما رجعنا بعد الفاصل هنتكلم شوية عن فيلا شكرل بحي الزمالك. الفيلا دي يا جماعة اتسمت بأسطورة الرعب لسكان حي الزمالك في منطقة القاهرة، محافظة القاهرة. الفيلا شكرل برغم انها فيلا بتتميز بطابع وتصميم اوروبي وعربي، وبتعتبر اشهر الفيلات الموجوده في حي الزمالك، واللي تم تشييدها سنه 1907 على يد العالم الالماني ارنولد شيكوريل، إلى أن بعد وفاة شيكوريل عام 1942 أصبحت الفيلا مسكونة بعد ما سابوها أسرة شيكوريل 30 سنة مهجورة بالأشباح اللي تسببت في الرعب لسكان حي الزمالك، وكمان مش لسكان حي الزمالك وبس، لا ده كمان للمارة من قدام الفيلا. الحقيقة بتعود قصة فيلا شكوريل لصاحبها اليهودي ذو الأصول الإيطالية مارينو شيكوريل. قلنا إن صاحب الفيلا دي هو مارينو شيكوريل اليهودي ذو الأصول الإيطالية اللي جه لمصر علشان يبتدي حياته ومشوار حياته برفقة زوجته، وأصبح واحد من أشهر وأرقى محلات الملابس في مصر اللي حملت اسم شيكوريل. وبعد ما ممتلكات وصلت ل 500,000 جنيه اشترى فيلا في حي الزمالك اللي هي فيلا شيكوريل عشان يعيش فيها مع زوجته وأطفاله الثلاثة. في عام 1927 اقتحم الفيلا 3 لصوص قاموا بتخدير زوجة شيكوريل، وقام من النوم راحوا اللصوص قتلوه ب11 طعنة وسرقوا جميع المجوهرات والذهب من منزله. وبعد الحادثة دي الحقيقة كانت مؤلمة جدا على أسرة شيكوريل. قررت عائلة شيكوريل إنها تغادر مصر وتترك الفيلا مهجورة واللي سكنها الأشباح والعفاريت. والحقيقة كانت أصوات كتيرة وحركات كتيرة أزعجت السكان المحيطين بالفيلا في حي الزمالك. في عام 1957 قررت عائلة الفنان الراحل عزت أبو عوف إنها تشتري فيلا شيكوريل، وعاشت في الفيلا حياة طبيعية جدا. لكن الزوجة لاحظت وجود أنفاس غريبة تلحقها، فطلبت المساعدة من والدتها، وتعرضت الأسرة للكثير من الأحداث المرعبة. الفنان الراحل عزت أبو عوف كان في لقاء تلفزيوني قبل وفاته وقال إنه كانت روح مارينو شيكوريل كانت بتسكن الفيلا، وكان بيظهر أحيانا من غير ما يسبب أي أذى. واستدعت العائلة حاخام يهودي وقسيس مسيحي وشيخ مسلم علشان يخرجوا روح العفريت من الفيلا. الفنانة الراحلة مها أبو عوف الحقيقة ذكرت في حوار ليها إن خالها كان بيذاكر في غرفة والدها في الفيلا، فجأة
تعب ونام، حط راسه على المكتب وطفى الانوار. لكن بعد ما حط راسه على المكتب وطفى الانوار وراح في النوم، سمع صوت غريب جدا، سمع في الباركيه فوجد شخص بشعر ابيض وعيون غريبه. ولما دخلت والدة مها ابو عوف الغرفه، شافت العفريت اللي شافه جوز اخو اللي شافه اخوها بنفس الشكل اللي شافه، العيون الغريبه والشعر الغريب. في روايه تانية للفنانه يسرا كانت بتقول انها كانت معزومه عند مها ابو عوف في فيلا شوكوريل، ولما اتاخرت بعد العشاء قررت انها تبيت ونامت مع مها، وراحوا في النوم وطفوا الانوار. لكن بعد شويه سمعت اصوات غريبه كأن صوت جندي عسكري ماشي بخطوات خطوات جندي ماشي بصرامه جدا في خارج الغرفه. فاتخضت، فصحت مها ابو عوف وكلمتها، فلقت انه قالت لها على حكايه الشبح اللي سكن في الفيلا، وقالت لها ده احنا واخدين على كده وانه مش مؤذي ابدا. فبسرعه خافت يسرا وقررت انها تروح بيتها على الفور. طبعا يا جماعه بعد حكايتنا عن فيلا شيكوريلو اسطوره الرعب في حي الزمالك والاشباح اللي سكنت الفيلا في من 30 سنه متواصله، والحاجات اللي مر بيها أسرة الراحل عزت أبو عوف، إلا أن الفيلا حاليا محمية بموجب قانون الآثار المصرية، ومفتوح أبوابها مفتوحة لكل الزوار، وكمان التصوير الفوتوغرافي. يعني أصبحت الحقيقة من الأماكن التاريخية والسياحية اللي ممكن كل مواطن أو كل سياح يقدر يزورها ويستمتع بيها. ما فيهاش اشباح، ما تخافوش. ودي كانت قصه حلقتنا النهارده، بتمنى ليكم مشاهده ممتعه، اشوفكم في حلقه جديده.